السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين. أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من حلقات الأهلوية في الريف. نبدأ حلقتنا كالمعتاد بأخبار النادي الأهلي من داخل النادي الأهلي. النادي الأهلي بيستعد استعداد خاص لمباراة سموحة في الكاس اللي جاية إن شاء الله، ومستر كولر قعد مع مساعديه عشان يبحث الطريقة الأمثل لاختراق دفاعات سموحة في المباراة القادمة، خصوصا ان هو لعبها في الدوري وعارف ان هي بتلعب دفاع بتقفل كل مناطق الوصول لحارس مرماها. عشان كده هو مدي المباراة أهمية جامدة جدا. وعلى الجانب الآخر اجتمع مع المهاجمين وقال لهم كلمتين. قال لهم أنا بشوفكم في التدريب أقول اللعيبة ديت تلعب في أكبر الأندية العالمية، باجي اتصدم منكم في المباريات الرسميه. ايه اللي بيحصل بالظبط انا مش عارف. يعني انا بعرفكم في مهاجم جاي، يا ترى المهاجم ده هتسيبوه ان هو يركب الملعب مكانكم، ولا هتخلوه يخش في منافسه قويه معاكم، ولا ايه الوضع معاكم بالظبط؟ ده اللي اتكلموا كولر مع المهاجمين، وبيحاول يقول لهم ان احنا عايزين نستغل اقل الفرص عشان ننهي المباراه وما ننحطش في ازمه زي كل مباراه. ومعروف ان سموحه بتقفل قدام حارس مرماها جدا وصعب الاختراق. لازم نكون اكثر حزما للمباراه القادمه ان شاء الله. ده بالنسبه لمستر كولر واللاعبين. النادي الاهلي بالامس احرز بطوله كاس السوبر للكره الطائره للسيدات، والفترة اللي فاتت شفنا النادي الأهلي. أنا عن نفسي أنا ما بتكلمش غير في كرة القدم، ولكن النادي الأهلي حاطط على نادي الزمالك في كل البطولات، رجال ونساء وطايرة وسلة وكل الألعاب كل يوم، حتى في عقر دارهم في نادي الزمالك النادي الأهلي بيحط عليهم حطتان جامد جدا. ومحدش بيتكلم في الإعلام ولا حد بيقول أي حاجة. ولو الزمالك فازت في أي لعبة حتى لو كرة ماء، مجرد فوز نلاقي الاحتفالات وكل حاجة في التلفزيون المصري. النادي الاهلي ما بقاش حد بيحتفل ولا حد بيجيب سيرة اي فوز بالنسبة للنادي الاهلي في الاعلام، كل الاعلام متزملك. خد بقى المفاجأة دي. النادي الاهلي بقى له فترة طويلة جدا عمال يدور على مهاجم من الصيف اللي فات ومش عارف يجيب له مهاجم، وكل فترة قيد يفضل يدور ويبحث وينقب ويتأخر ويعمل، في حين ان هو المهاجم اللي كان يقدر يحل له كل المشاكل ده النادي الاهلي سابه ووداه سيراميكا كليوباترا، وهو احمد ياسر ريان. تعال بص لاحمد ياسر ريان دلوقتي، فيريرا طالبه بالاسم وخلى نادي الزمالك تتفاوض معاه على اساس ان هو يروح نادي الزمالك. ايه اللي هيحصل في الايام اللي جايه الله اعلم. بالنسبه لاحمد ياسر ريان انا اعرف ان في العقد ان النادي الاهلي لو احتاجه في اول سنه يدفع مبلغ معين ويجيبه. هل هيسيبه ان نادي الزمالك تاخده ولا هيرجعه تاني؟ ده اللي هنشوفه في الايام اللي جايه بالنسبه لاحمد ياسر ريان. تعالوا بقى نطلع للاخبار اللي تزعل بجد واللي تخلي الواحد يستغرب ويستعجب، لناس همها ليل ونهار هجوم على النادي الاهلي وهجوم على كابتن سيد عبد الحفيظ. من بعد المباراه الاخيره وظلم الحكم البين والجائر جدا للنادي الاهلي في المباراه الاخيره، والكابتن سيد عبد الحفيظ لقي اللعيبه واقفين بيتكلموا مع الحكم، نزل جري عشان يحوش اللعيبه. الدنيا قامت وما قعدتش على الكابتن سيد عبد الحفيظ. عايزين الكابتن سيد عبد الحفيظ يتوقف باي طريقه او يعاقب باي طريقه ان كانت. شفنا قناه نادي الزمالك كل يوم ماسكه كابتن سيد عبد الحفيظ، ده بلطجه، ده كان بيتعدى على الحكم، ده مش عارف ايه، ده قطعوا فروة الكابتن سيد عبد الحفيظ. طيب حسسونا ان يعني كابتن سيد عبد الحفيظ ده مجرم عمل اللي محدش عمله، في حين ان لعيبه نادي الزمالك بتتلم حوالين الحكم وتمسكه وتشده ويشدوه من هنا ويبهدلوه ويمرمطوه.
وفي من اللي بيمسك السماعه بتاعته ويخبطها في الارض، وفي اللي بيعملوا على قفاه كل حاجه، ومحدش بيقول لهم انتوا بتعملوا ايه. الناس ديت مسكت قافيه الكابتن سيد عبد الحفيظ فتره طويله جدا. تعالى بقى النهارده رابطه الانديه طلعت حزمه قرارات وحزمه عقوبات على كل الانديه في الدوري الممتاز. النادي الاهلي واكتر من نادي بخصوص الحكم بالذات والاحتكاك بالحكم. غرمت النادي الاهلي 20,000 جنيه عشان لعيبه النادي الاهلي وقفت واتلفت حوالين الحكم لمجرد ان هم اعترضوا على حاجه معينه الحكم ما عملهاش. محمد مجدي قفشه كان هيموت في المباراه ومفيش مشكله عندهم، عادي اي لاعب من النادي الاهلي حتى لو مات مفيش اي مشكله. ممنوع ان لعيبه النادي الاهلي تعترض وممنوع ان لعيبه النادي الاهلي تتكلم. وغرموا النادي الاهلي 20,000 جنيه علشان خاطر الجماهير بتاعته بتتكلم ومش عارف تعمل ايه. غرموا انديه كتير جدا عشان خاطر بيتكلموا عن الحكام او بيعترضوا على الحكام، رغم ان التحكيم والحكام مستوى متدني جدا جدا جدا، ويستحق ان هم الناس تنتقده، ويستحقوا ان الناس تتكلم عليهم. ولكن اللي غريب والعجيب جدا في القرارات اللي طلعت والعقوبات اللي طلعت ديت ان نادي الزمالك ما جوش له من قريب ولا من بعيد بالنسبه للحكام. وناقص على احمد دياب ولجنته ولجنه الانضباط في اتحاد الكوره ان هم يعملوا احتفال بنادي الزمالك ويعملوا له حفله ويعملوا له تكريم على انه افضل نادي في مصر ما بيجيبش سيره الحكام ولا بيتكلم، في حين ان قناه نادي الزمالك ليل ونهار مقطعين فروه الحكام وسالخين جلدهم من على لحمهم ونازلين فيهم، يعني ضغط نفسي رهيب وضغط عصبي. ورئيس النادي اللي بيطلع يخطأ فيهم ويغلط فيهم بالاب وبالام وبالالفاظ اللي يعاقب عليها القانون، ومحدش يجرؤ ولا يتكلم انه يعاقب نادي الزمالك او يقول له انت بتتكلم عن الحكام ليه. محدش يقدر يقول يا غور عينك حمراء ليه، عارفين اللي هيحصل ليهم، هيتمرمطوا هيتهزقوا هتتهان كرامتهم ومش هيقدروا يعملوا اي حاجة. ليه؟ علشان بابا مسنود، عشان خاطر مرتضى منصور مسنود، عشان خاطر مرتضى منصور بيتقال له اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، وبيطلع يسوق فيها ويزيد في الهبل بتاعه اللي هو شغال فيه. طيب انا عايز بقى اسأل، يعني فرقة الهزاز الرؤوس والعالم المريضة نفسيا، العالم المنافقة، العالم الأفاقة، العالم اللي باعت شرفها وباعت ضميرها وباعت كل حاجة عشان خاطر القرش، ونزلت تقطيع في لحم سيد عبد الحفيظ بعد المباراة. ايه رأيكم ان سيد عبد الحفيظ الحكم المباراة ما أدانش سيد عبد الحفيظ في أي حاجة، وسيد عبد الحفيظ ولا أي شيء بالنسبة للي انتوا كنتوا قلتوا؟ ايه شكلكم دلوقتي يا كدابين يا افاقين؟ شكلكم ايه دلوقتي؟ جمال عزة، جمال عزة اللي مش عارفه جمال عبد الحميد، جمال عبد الحميد، جمال فلة زي ما الناس عارفاه، اللي طالع دلوقتي وحالته ساءت اكتر من الاول، كأنها بدأت بمرض وبدأ المرض يزيد ويزيد ويزيد معاه. طالع دلوقتي بيتهم النادي الاهلي برشوة بتقديم رشوة لنادي الاتحاد عشان خاطر يحصل على لاعبه، عشان ياخد مروان عطية. وفي نفس الوقت كلامه فيه اتهام لنادي الاتحاد ان هو قبل رشوة من النادي الاهلي. هل القانون يعاقب؟ هل القانون يعاقب جمال عبد الحميد على الكلام اللي هو قاله، ولا جمال عبد الحميد تبع الرئيس، تبع الرئيس مرتضى منصور ومحدش هيكلمه ولا حد هيقول له حاجة، عشان كده طالع يعض في الناس ويعمل في الناس؟ عموما نقدر نقول لك يا جمال عبد الحميد الوسخ ما بينضفش، الوسخ ما بينضفش.
حتى لو غسلوه بميه البحر ما بينضفش. وانت من النوعيه دي، تاريخك اسود ومعروف. كابتن ابو رجيله لما انت كنت في الزمالك كان كل شويه يروح يضمنك في اقسام البوليس. ليه؟ عشان خاطر مغامراتك الليليه، عشان خاطر الكباريهات، عشان خاطر الرقصات، عشان خاطر فل، عشان خاطر عزه. يا ريت ان انت تحترم سنك وتحترم الحبه اللي فاضلين لك، ويا ريتك تبقى يعني عشان الناس تقول عليك انك انت محترم. احترم حتى الدقن اللي عليك ديت اللي انت حاططها عره يا عره، واحترم نفسك شويه وابعد عن النادي الاهلي. بالنسبه لمرتضى منصور، مرتضى منصور ده اكبر فتنه فيك يا مصر، اكبر فتنه في الوسط الرياضي بل في مصر في كل حاجه. هو مرتضى منصور اكبر فتنه فيك يا مصر. مرتضى منصور ما اكتفاش ان هو كل شويه يشتم الكابتن محمود الخطيب ويشتم اداره النادي الاهلي، ويجي على اداره النادي الاهلي ويجي على الكابتن محمود الخطيب. مرتضى منصور وسع نشاطه الفتره ديت وبدا ان هو يوقع الشعب كله في بعضه، والعاقبه هتبقى وخيمه جدا على الجميع. مرتضى منصور بدا يلعب لعبه حقيره جدا، بدأ ان هو يضرب جماهير بورسعيد في جماهير النادي الاهلي، بدأ يضرب جماهير اسماعيليه في جماهير النادي الاهلي، بدأ يضرب كل المحافظات في النادي الاهلي. بدأ ان هو يعمل فتنه كبيره جدا عواقبها هتبقى وخيمه جدا على البلد. والناس ديت لو كانت بتعمل ده بغرض ان هم يداروا على اي شيء او يلهوا الناس في اي حاجه، والله العظيم ما هتلاقي افضل من الشعب المصري بيحب بلده وبيحب استقرار بلده وبيحب امن بلده وبيحب كل حاجة في بلده، ولكن بيكره العالم اللي هي ما بتحبش بلدها زي مرتضى منصور. وهو حد يقول ان مرتضى منصور بيحب بلده؟ مرتضى منصور لو بيحب بلده ما يقومش الناس على بعضيها. مرتضى منصور لو بيحب بلده ما يعملش فتنة ما بين الجماهير وبعضيها. مرتضى منصور لو بيحب بلده كان يخاف عليها. مرتضى منصور لو بيحب بلده يحافظ على الهدوء اللي موجود جوه البلد، ما يعملش فتنة وياخد اي حاجة صغيرة يكبرها ويهيج الدنيا ويهيج الدور ده كله. ليه؟ عشان بيكره النادي الاهلي، بيكره الكابتن محمود الخطيب اللي عامل له هسس في دماغه وفي نافوخه. عاش الكابتن محمود الخطيب كبير 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 كبير، وعاش الكابتن محمود الخطيب عامل هسهسة لأكبر منافق وأكبر كذاب وأكبر فتنة في مصر، مرتضى منصور. شكرا أعزائي المشاهدين، وإلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة إن شاء الله. لكم تحياتي. ما تنساش قبل ما تطلع من الحلقة تنزل تعمل لايك وتعمل شير عشان يوصل الكلام ده لأكبر عدد على اليوتيوب. يا أحلى وأجمل جمهور في الكون جمهور النادي الأهلي. شكرا أعزائي المشاهدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.